بصل، ثوم. انتوا هنا تعالوا اقول لكم الحاجه. قرب النهارده هعمل لكم الكفته اللي في الفرن بكل تكاتها واسرارها بدون افتكاسات. ده عنواني. ناخد البصل وناخد الثوم. يلا بينا. كفتة اليوم هي بطلة الفرن من الاخر. طبعا مش هقدر اقول لكم هي نفس طعم الفحم. كفتة الفحم كده ليه حتة لحمة مخصوص كده وتوليفة في الدهون كده، حاجة كده جامدة جدا سرية بقولها لكم في فيديو جديد ان شاء الله. بس ده ما يمنعش اللي كفتة الفرن بتاعت النهاردة حاجة كده تحفة من الاخر. المكونات بتاعتنا معانا 1.5 كيلو من اللحمة البقري ومعاها 15% من الدهون بتاعتها منها فيها. ويفضل ما تحطوش ليا لان الليا لو اتسوت غلط في الفرن بتسيب افتر تيست مش ظريف. فص توم، شوية كزبرة خضراء، بلاش بقدونس، معانا بصلة ونص من البصل الابيض بالمية بتاعته. ونيجي للبهارات بتاعتنا. معانا نص معلقة كمون، معانا معلقة كبيرة فلفل اسود، ومعانا معلقة صغيرة من البهار الحلو اللي هو كبابة صيني، ربع معلقة من جوز الطيب، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة من الملح الصيني. وطبعا الملح الصيني عشان بيعلي التيست بتاع التوابل دي كلها وبيخلي الحاجة كلها تندمج مع بعض. ومعنا الملح طبعا حسب الرغبة. وبنخش على الفرن بنفرم كل حاجة مع بعض. اهم حاجة ما نحطش التوابل عشان ما تقفش في زر المكنة ونخسر نصها. اللي ما عندوش مكنة مفيش مشكلة، بيجيب حتة اللحمة المفرومة بيحط عليها البصلة ما تكونش ناعمة قوي، اهم حاجة تكون وسط، وبعدين يحط عليها المكونات دي كلها ويديها اكنه بيعجن عجين عادي جدا. طبعا انا هنا فرمتها مرتين طبعا عشان تكون وسط بين الناعم وبين الخشن. وبعد ما نفرم الفرمة التانية بنجيب بقى واحدة طماطم واحدة بصل وبنفرمهم كده مع المكنة. بنجيب اخر المكنة وبعد كده بنحط عليهم شوية مية وشوية فلفل اسود عشان نصبع بيهم الكفتة، عشان الكفتة تطلع ليها طعم حلو وتكون جوسي كده في الاخر. بعد كده نعجنها عجنة حلوة كده لمدة 5 دقايق، وبعد كده نحطها في التلاجة تشمع لمدة ساعة. شايفين بعد ما ريحت العرق عامل ازاي؟ هو ده اللي احنا عايزينه. والريحه طبعا تحفه. نجيب حاجه نصب عليها عشان تكون مجوفه من جوه. دي مهمه جدا الخطوه دي. ليه؟ عشان السخونيه تسوي جوه زي بره. ونطلعها كده ونرصها كده جنب بعض. واهم حاجه ميه البصل، ما تنسوش ميه البصل والطماطم. شايفين؟ تصبعوها كده وتنزلوها واحده واحده كده جنب بعض. اهم حاجه وانت بتصبع تخن الصباع شويه عشان كده اصلا بينقص جوه في التسويه. اهم حاجه زي ما انتم شايفين كده حاجاتكم تمام. توكل على الله، دخل الفرن بقى زي ما انتم شايفين. كون انت محمل الفرن بتاعك على درجه حراره عاليه ودخل حاجتك كده لمده بالظبط ربع ساعه. هتشوف كده جمال حاجه كده خطيره وطعم زي ما انتم شايفين. دي معموله في الفرن يا جماعه. والله الطعم رائع 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 رائع. طبعا مع الكفتة ننزل معاها بالطحينة. تعمل كده واحدة تانية جامدة قوي. جامدة قوي.